الحمد لله على السلامة يا أستاذة ميرنا. بقى سيبك يا مجرمة، أسيبك أسبوع واحد مع أمك في البلد تعملي كل المشاكل دي؟ بقول لك إيه، أنت تحكي لي كل اللي حصل عشان أبقى بتصرف وأنا فاهم أنا بعمل إيه، ومن غير كده تحكي لي كل اللي حصل كده علشان ما حدش يركبني أي غلط، تمام؟ ما انت قاعد هنا ومش درياني بحاجه. إيه اللي مش درياني بحاجة؟ طب ما أنا عايزك تدريني بكل حاجة. اقول لك اتفضل احكي لي. ها انت بعد ما ودتني وروحت تاني يوم الفجريه امي ايه صحتني وقالت لي قومي روحي مع ابوك الغيط، روحي مع ابوكي والبنات الغيط علشان تنقوا الجمحيات من ورا الدراسه. رحنا يا اخويا واشتغلنا وجينا على العصريه ابويا قال ايه ناكلوا لقمه. قمنا حطينا شويه رخفان وحتتين جبنه وكم دحيايه مسلوقين وشويه خضره جرجير على بصل اخضر على شويه خضره كده كتير وقعدنا ناكل. والعيال قعدت تحرج مع النخل وقاموا جابوا لنا بلح، كل واحد خد له دكشين بلح. قام عاد ابويا قال ايه؟ قال اعمل لنا بوقين شاي نشربوهم. ايوه دلوقتي انا مش فاهم. أيوة. انتوا رحتوا وعملتوا الجمح مش عارف من ورا الدراسه أيوة. وقعدوا يحاجوا مع النخل. فين أيوة. المشكله؟ ما جايالك في المشكله. هتجيلي امتى؟ انا بقالي ساعه بتحكي في انا مالي باللي اكلتوه. ما تستعجلش. اخلصي. ها ما انا جاي اقول لك اهو. انا خدت الغلاي وعديت البربخ اللي على المجرايه اللي جنب الفساقي. تمام. علشان املى الغلاي من الطرمبه اللي جنب بيت عبد تواب. تمام. لسه يا دوب قلعت الشبشب وحطيت صوابع رجلي على دراع الطرمبه ولسه يا دوب اللي هدوس قمت ضعاضف نطه من حوض الطرمبه قمت انا زعقه بالمخ ورمحت. راح الواد ولد عبد التواب اللي اسمه رزق قال لي وطي حسك يا قليله الربايه. يا نهار ابوك اسود. وعمي يهوشني قال عايز يضربني بالقلم. ده انا اقطع ايده وايد اللي خلفوه. عايز يمد ايده عليك انت؟ ايه. وانت سكتي له؟ لا طبعا. ايه اللي حصل بقى؟ رديت عليه كلمه بكلمه، شتمني شتمته، قلت له ده انت اللي قليل الربايه. تمام. ايوه اكيد يعني مش هي دي اللي خربت الدنيا يعني. وده انا امك اتصلت بيا وبتقول لي الدنيا خربانه وميرنا عملت حريقه والموضوع كبر. في حاجات غريبه انا بسمعها. هو ده كل الموضوع؟ لسه جايلك في الكلام. لسه جايلك في الكلام ده. انا قلت برضه الموضوع اكيد مش كده. وبعدين؟ مش بس كده. امال ايه؟ قمت رمحت مزعت نشوه من الشجره اللي جنب المجرايه. ونزلت فيه حمض لحد ما وقع يتقلبط كده زي الصرصيره. قمت زعقه ولما عليهم لا اله الا الله. ضربتيه بالنشو. النشو ده ايه؟ عصايه؟ النشو اللي من الشجره. فرع الشجره يعني؟ ايوه. وضربتيه؟ حمضته. وابوي لما دري وسمع حسنا جه هو والرجاله وكسروا عظمه بالزجل. حلو الكلام ده. حلو. تمام. وبعدين اللي حصل؟ الراجل مات؟ ولا مات ولا بيها، قام يجري زي الفار دخل الخنه بتاعه. دخل يجري بعد ما اتكسر بالزجل وانت ضربتيه؟ ولا تأثر. ولا تأثر؟ ولا تأثر. وبعدين؟ بس اكمل لك. قامت كده العركه، وقعوا من قامت العركه؟ يعني انت لسه العركه دي كل ده ما قامتش؟ يعني في عركه تانية قامت؟ قبل ما يجري هو ويستخبى في الخن بتاعه ده الفار. قامت العركه. وقعوا من عندهم يجي 5 رجاله ومن عندنا 2. وقعوا ازاي يعني؟ ماتوا منهم 5 رجاله؟ واحنا 2 بس. وانتوا ماتوا 2 بس؟ انتوا كده كسبانين 10 يعني ولا ايه؟ طبعا كسبانينهم. يا بنت ايه اللي بتقوليه؟ بس اللي حرق دم من الواد ده ما ماتش ووقعش وطار على الخن بتاعه. وايه اللي حصل بعد المصيبه السوداء دي؟ بلغتوا الشرطه ولا عملتوا ايه؟ يعني ما طلبتوش ما عملتوش حتى يعني ما رحتوش مثلا جبتوا الشرطه ولا رحتوا القسم عملتوا محضر تعدي ان هم اتعدوا عليكم ولا اي حاجه؟ لا. امال ايه اللي حصل؟ ما هم راحوا للعمده. هم اللي راحوا العمده؟ ايوه طبعا. ما طلع ميتين منهم 5 رجاله. قالوا له عايزين حقنا. ما وقع منهم 5 رجاله طبعا. امال ايه؟ وطلبوك انت بالاسم. طالبين مين؟ طالبينك انت بالاسم. مين اللي طالبين انا بالاسم؟ وطالبين انا ليه؟ انا مال انا؟ عايزين يخلصوا طارهم. انت مجنونه ولا انت عبيطه ولا ايه بالظبط؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما اكدبش عليك، مش انت راجلي؟ وانا عشان انا راجلك ايه يعني؟ طلبوك بالاسم.
يا نهار ابوك اسود. ايوه انا دلوقتي ايه اللي ممكن يحصل يعني؟ طالبين انا يعني ايه اللي ممكن يحصل دلوقتي لو رحت لهم؟ هو العمده هيحكم. ايوه يحكم بايه ان شاء الله؟ ايه الحاله دي؟ ممكن هيحكم عليا انا؟ اي يحكم عليا انا؟ اي. ويحكم عليا بايه ان شاء الله؟ ما هو ممكن يضربوك ضربتين يعني هما كده، او يجلدوك. اي حاجه رد اعتبار يعني. ده ايه البرود ده يعني؟ يضربوك طلقتين ولا يضربوك جلدتين؟ ايه اللي يجلدوني؟ ايوه يجلدوك علشان يجلدوني انا؟ ايوه عشان يعني تتعدي كده اللي هي اسمها صلح يعني. استغفر الله العظيم. عشان يبقاش في طار. ما هم عايزين ياخدوا 3 رجاله دلوقتي. فانا كبش الفدا بقى عشان انا جوزك اروح انا اتجلد. يا اخي بس يرضوا بانهم يجلدوك. انت ايه الثقه دي والتفاهه في الموضوع ده؟ وياما اتجلدنا واحنا صغيرين. مين ده اللي جلدك وانت صغيرين؟ امي. امك تجلدك انت؟ ما شفتش انا في ظهر الجلد، انا ما شفتش انا. ولا مع خف. كيف؟ وانا تسيبيني انا محطوط في النص كده اهو والعيله بتاعتهم كلها يقولوا لي ما تخافش. ايوه هي كم جلده كده وتروح لحالك. انت بتهزري صح؟ اكيد الحوار ده. لا صدق يا ريت كنت بهزر. يا ريت كنت بتهزري. بص يعني اقول لك هم هيخيروك بين حاجتين، يا الجلد يا الحمض. يا الجلد يا الحمض. تعرف الحمض ولا تعرفوش؟ اشرحهولك. اللي انت حمضتيه للراجل بالنشو صح؟ لا لا لا، الحمض على رجله يقلعوك المداس والشراب ويركبوني بحمار بقى بالمقلوب ويلفوا البلد والكلام لا لا ده لا صح؟ لا لا، انت اختار من الاثنين. تحب تتجلد ولا تتحمض؟ تتحمض دي بعصايه كده، هي عصايه النشو دي، وينزلوا فيك حمض على رجلك، بس تكون قلع الشراب عشان حق ربنا. بس خف الكلكعه والقرف اللي انت عماله تقوليه ده. خلاص اتجلد. ومين هيروح برجليه اساسا للعوض ده؟ انسي الكلام ده خالص، انسيه. ليه يا اخوي؟ هم هيستنوك لما تروح، ما هيجي ياخدوك من هنا. ياخدوا مين من هنا؟ اختار الجلد. انا بالنسبه لي لو خيروني هختار الجلد. والله ما هنولها لك يا عمر، هنولها لك، اصبر بس عليا. اختار الجلد، تاخد لك يجي 20 جلده بس. يا حمد يا الجلد. مفيش قتل. لا ما دول خلص حق يعني، بدل ما يبقى في طار في البلد. طب ابوكي فين؟ ما يخلصش من حق من ابوكي ايه؟ ما يقدروش يطلبوا ابوي. ما يقدروش يطلبوا. انا دخلت العيله بتاعتكم عشان ابقى صار تجارب صح؟ طالبينك انت بالاسم. شكلها كانت ليله سوداء هم اتلمت عليك. هم طالبينك بالاسم، خلص اللي عليك وتعالى. وانا لو رحت خلصت اللي عليا، هو في امل ان انا اجي؟ يعني لو رحت وحصل ده هرجع انا؟ اي ده كم جلده وتيجي عادي يا ولدي. كم جلده؟ لا لا هيحصل لك. ما اتجلدنا واحنا صغيرين. تخافش، هروح معاك وانت تتجلد. وهاتي لي سندوتشات جبنه رومي معاك. كمان عايز اقول لك حاجه. ابوي لسه متصل من شوي، عيسال عليك. ست في البركه والله ابوكي. في البركه ايه؟ عيسال عليك، هيقول لي فين والرجال عايزين يخلصوا حقهم. نهارك اسود انت وابوكي، نهارك اسود. اي عشان الموضوع ما يكبرش، عايزين نلملموه. طب روح خلص. انا خلص اللي خلص من الموضوع ده يعني. انا هخلص لك الموضوع ده، ما تقلقيش، انا هخلصه لك دلوقتي حالا. جلد لك كم جلده وتعال. انا بصي هخلص الموضوع. عامل لك بحايه حلوه عليك. هخلص الموضوع على الاخر. انما النزيف اللي هتنزفه في الجلد انا اعمل لك بحايه يرم عظمك. ماشي. انا دلوقتي بس ايه، عشان بس ايه قبل ما اروح في شويه شغل اخلص، هروح اضرب تليفون كده. ماشي. هخلص بقى عشان اعتذر بقى، ما انا هروح اتجلد. هعتذر بقى عشان الشغل ده. هو يوم واحد. هعتذر بس بكره وبعد انزل الشغل عادي وانا مجلود عادي. عادي مفيش حاجه. هعمل لك بحايه على الغداء على العشاء. ماشي يا حبيبي، ماشي برافو. انا هروح بس اخلص التليفون ده. ماشي. وبعد كده ماشي. ما تتاخرش بس عشان ابوي هيسأل عليك تاني. لا مش هتاخر، انا مش هتاخر. خد يا ولد. رايح فين؟ امشي بعد عني، هسيب لكم الدنيا وامشي. انا مش هحط نفسي في الموقف ده ابدا، مش هحط نفسي في الموقف ده لو عملت ايه. يا لهوي مين هيجلد مكانك؟ يا دي الفضايح ابو